كلنا شفنا الفيضانات اللي طرات في مدينة قصر الكبير، ولكن ما عرفناش شنو هي الاسباب اللي دات لهذه الكارثه، واش هي عوامل خارجيه ولا عوامل داخليه. اليوم في هذا الفيديو غادي نعريو على الحقيقه، غادي نفصلوا مزيان باش نعرفوا حاجه بحاجه، لان بزاف ديال الحوايج مترابطين مع بعضياتهم. الا كنتي مهتم وباغي تعرف الاسباب الحقيقيه وراء هذه الكارثه فتبع الفيديو حتى الاخر باش تفهم كل شيء. فيضانات القصر الكبير ماشي مجرد بنيه تحتيه غير قادره على استيعاب كميات كبيره من الامطار، ولكن كاين اسباب جوهريه اخرى ما بين هو طبيعي وما هو بشري، وهما داخلين مع بعضياتهم. وهذا الشيء اللي خلى المدينه تواجد كنقطه ارتكاز لاكبر ازمه مائيه في هذا الشتاء الاستثنائي اللي كتعيشها بلادنا. المدينه ديال القصر الكبير كتمركز في الضفه اليمنى ديال نهر اللوكوس اللي كيتعتبر الشريان المائي الاهم في المنطقه، وهذا الشيء اللي خلى المدينه انها تواجد في قلب ساحل الغرب الفسيح اللي كتميز بخصوبه عاليه، ولكن في واحد المنخفض اللي هو طبيعي كتستقبل تدفقات مائيه من بزاف ديال المناطق، حيث ان بزاف ديال الاحياء ديال القصر الكبير جات عاليه على سطح البحر بارتفاع ما بين 14 و 21 متر. يعني المدينه راه ما عندهاش واحد الميلان اللي يخلي المياه تمشي بالزربه وتوصل للمدار الحضاري، ومن بعد ما تجاوزت التساقطات حاجز ديال 600 ملم كمعدل تراكمي من شتنبر ديال 2025، وكل قطره طاحت من بعد ولا جريان سطحي مباشر كيمشي نحو المناطق المنخفضه ديال المدينه، وهذا الشيء بسبب عاصفه سميتها فرانسيس نتجات عن تقاطر كتل هوائيه بارده جايه من الطبقات العليا فوق المحيط الاطلسي، ومعها تيارات هوائيه دافئه ورطبه جايه من المناطق المداريه. وهذه العاصفه تميزت بقدرتها على تفريغ كميات هائله من الامطار في وقت قياسي، لدرجه ان سد وادي المخازن تزاد فيه 45 مليون متر مكعب في 3 ايام فقط، وخلات هذا المعدل الوطني في نهايه يناير يكون فائض بنسبه ديال 142% على العام الماضي. ومن جهه اخرى قلنا باللي المدينه جات على اليمين ديال نهر اللوكوس، يعني ان الارتفاع ديال النهر غينعكس مباشره على المدينه، وهذا النهر اللوكوس هو بالطبيعه ديالو فضي، يعني كيستقبل واحد الكميات كبيره من المياه جايه من الريف الغربي اللي كتعتبر من اكثر المناطق استقبالا للتساقطات المطريه. وهنا كتظهر الاهميه ديال السدود، واقرب سد للقصر الكبير هو سد وادي المخازن اللي السعه التخزينيه ديالو كتقارب 672.9 مليون متر مكعب، يعني ان السد هاز المدينه كامله من الموجه الفضيه، واللي كيخلي الماء انه يتدفق الجوانب ديال القصر الكبير بواحد الشكل اللي هو سلس بلا ما يشكل واحد الخطر. ولكن من بعد هادشي كامل تحول لمصدر قلق. ديك 672.9 مليون متر مكعب عمرت كلها ومازال الماء كيدفع. هادشي علاش وكاله الحوض المائي ديال لوكوس قررت انها تفتح بوابات التصريف جزئيا باش تحمي الجسم ديال السد من الضغط الميكانيكي، وهذا الشيء خلى السلطات في سباق مع الوقت، حيت خاصهم يصرفوا ديك المياه بالزربه وهما مضغوطين من جوج ديال الجهات، ما يطلقوش الماء باش ما يفيدش على المواطنين، حيت الا تطلق وارتفع المنسوب ديال لوكوس اللي اصلا هو فايض ويطلقوه بالزربه باش يقل داك الضغط على السد. وهذا الشيء على السلطات والمراقبين دعوا الناس انهم يكونوا على اتم الاستعداد وفي اقصى درجه التاهب، خاصه مع الغموض المعلوم حول الوضعيه ديال السد الحاليه. واش ديك الطلقات المائيه دارت خدمتها وشنو هي الاحتمالات المستقبليه؟ المشكل ماشي هنا، انت دابا غير فهمني مزيان واعطيني ودنك. كنديروا دوك الطلقات المائيه باش يخوي السد شويه، وكنتسناو ان الانهار تدفق في البحر. وهنا بان لينا مشكل اخر، هو ان المحيط الاطلسي كان كيرفض يستقبل ديك الكميات اللي جايه من النهر، حيت الفيضان تزامن مع الحاله ديال مد البحر القويه والهيجان الشديد اللي خلاته انه يتحول من مصب الى حاجز، واخا هو بعيد على القصر الكبير بواحد 35 كيلومتر تقريبا، بحكم ان ديك المسافه ما بين المدينه والساحل جات واطيه وكتخلي التدفق انه يمشي شويه بشويه نسبيا، والماء راه ما كيرحمش، دخل على الاحياء والشوارع اللي تغطات مترو وجوج امتار، واكثر من 6000 اسره كانت مهدده وتوجب عليها الاخلاء وداوهم لمناطق اخرى. ولو انهم يكريو مؤقتا حسب رئيس الجماعه ديال المدينه، قرايه وقفت مده 10 ايام على الاقل، والاسواق بحال سوق العطارين غرقات فيها المحلات تحت الماء، وعاد زادوا يقطعوا باش يتفادوا اي حوادث تماس كهربائي. الناس مشاو لهم حوايجهم والاثاث ديالهم، والانجرافات خسرت المحصول ديال الفلاحه، والسلطات والجيش والمجتمع المدني خدامين ما شافوش الناس باش يفكوا العزال على العائلات والحيوانات في المدينه والقرى المجاوره، وداروا اكياس رمليه وجابوا مضخات باش يجروا ديك المياه، وجابوا زوارق ديال الوقايه المدنيه وجيسكيات، وخلات المدينه تبان بحال فيها شوارع مائيه وماشي اسمنتيه. دابا غادي ندوزوا للوزاره ديال التجهيز والماء. اشنو دارت؟ فعلت سيدي المخطط ديال اليقظه باقصى درجاته، وتم استنفار جميع
الفروق التقنيه باش انهم ينقيو المدينه من الصرف الصحي. وحتى القوات المسلحه الملكيه حتى هي دخلت في الخط، وبناء على توجيهات جلاله الملك محمد السادس باش انها تدعم عمليه الانقاذ لوجستيا وطبيا وغذائيا. ودابا داروا خيام ومراكز ديال الايواء واجده باش انها تستقبل نحو 40 الف شخص، الشيء اللي كيبين الحجم الكبير ديال دائره المتضررين. وكاين عامل اخر حتى هو كان سبب رئيسي في هذه الفيضانات اللي كانت بهذا الشكل، هو التوسع العمراني اللي كتعرفوا المدينه، حيت تبنات وحدات سكنيه في مناطق تاريخيا كتعتبر هي مجالات فديه ديال نهر اللوكوس، وبالخصوص في الشمال الغربي وجنوب ديال المدينه. وفوق الاراضي المنبسطه كتعاني من ضعف شديد في قنوات تصريف المياه الامطار، وعاد زيد غياب البنيه التحتيه اللي كتمكن من نقل فائض المياه اللي تيكون في حوض سبو واللوكوس لسد المسيره. وهذا الشيء وما نساوش واحد العامل اخر حتى هو تعدد المتدخلين وتداخل الميزانيات لا ما بين مجلس الجماعه والعماله والسلطه الاقليميه، وهذا الشيء اللي تيخلق تعقيد في اتخاذ القرارات وخروج المشاريع لارض الواقع. تعرضت المستشفيات والمؤسسات العموميه لاضرار جسيمه بسبب ضعف التخطيط العمراني وعدم احترام مجاري الاوديه قبل التوسع. وحسب حقوقيين وخبراء في هذا المجال، فيضانات القصر الكبير ماشي مجرد كارثه طبيعيه، ولكن هي راه انعكاس ديال تداخل عوامل مناخيه استثنائيه ومعها تحديات بشريه وعمرانيه قديمه. ومع التدخل ديال السلطات والجيش والمجتمع المدني الحمد لله الخسائر كتقل.